اهلا بيكم في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. النهارده بقى هنعمل جبنه للسحور بطريقه اقتصاديه جدا. طبعا رمضان قرب وكلنا بنحب الجبنه على السحور. طبعا الجبنه بقت غاليه. النهارده هنعمل مع بعض جبنه بطريقه اقتصاديه بكيلو بس من اللبن. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. يلا اول حاجه عندي هجيب بقى شفشة الخلاط زي ما قلت احنا هنعمل النهارده بكيلو من اللبن. هجيب بقى كوبايه من اللبن اللي احنا هنعمل بيه الجبنه، يعني كوبايه من الكيلو، واحطها في الخلاط واحط عليها 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من النشا. محدش يقول لي دي مش جبنه، لا جبنه. جربوا الطريقه وبجد هتعجبك، هي جبنه اقتصاديه جدا وبجد طعمها جميل. عندي لو مش عندي، يعني لو عندك هاند بلندر حطي كله على بعضه في الحله اللي هو النشا مع الدقيق واضربهم كويس بالهاند بلندر. احنا ما عندناش بقى فهنستخدم الخلاط. هنجيب كوبايه من اللبن ونحط عليها 3 معالق كبار من النشا، 3 معالق كبار من الدقيق. وهجيب كمان اي نوع جبنه انت تفضليه، حوالي يعني قطعه جبنه اللي تفضلي، طعم الجبنه اللي تفضليه، عايزاها تكون بطعم الشيدر، بطعم الكريمي، بطعم اي نوع جبنه، حتى لو جبنه العلب تنفع، اي نوع بتفضليه. هضربهم بقى مع بعض كويس وافضي بقى الكوبايه اللي ضربناها مع الدقيق والنشا والجبنه في الخليط، يعني هفضيه على خليط اللبن اللي ضربناه كويس في الخلاط بالشكل ده، واقلبهم واحط عليهم معلقه ملح. طبعا الملح حسب الرغبه، انت عايزه الجبنه حادقه ملحها خفيف زي ما انت عايزه اللي تحبيها. واحط كمان معلقتين كبار بقى من الخل، واقلب كل ده بقى مع بعضه كويس. زي ما قلت مقادير النهارده بسيطه جدا، بس بجد هتطلع معاها جبنه جميله جدا، ولادك هيحبوها وكمان اقتصاديه. يعني كيلو لبن هتطلعي اكتر من 2 كيلو جبنه، هتكفيكي اسبوع للسحور بطريقه بسيطه جدا. يلا بقى نشوف هنكمل مع بعض ونعمل ايه مع بعض. يلا بينا. هحطها بقى على البوتاجاز، اكون مهديه النار وافضل اقلب فيها لحد القوام ما يتقل معايا. يعني انا مهديه النار ومخليها نار متوسطه وافضل اقلب فيها بالشكل ده. انا مش هينفع ابطل فيها تقليب، لازم افضل اقلب فيها بحيث ان هي ما تتكتلش بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا طريقه النهارده زي ما قلت هي بسيطه جدا واقتصاديه. يعني هتجيبي مثلا كيلو لبن بقري او جماسيل متوفر عندك اشتغلي بيه. انا جايبه مستخدمه اللبن البقري، طبعا هو المتوفر عندي وسعره متوسط، يعني على قد الكيلو ب15 جنيه هتطلعي منه 2 كيلو جبنه. طبعا هنا القوام بدا يتقل معايا، شايفين بجد القوام جميل جدا. عندي بقى هنا معلقه من السمنه، او ممكن لو عندك مكعبين زبده اللي تفضليه. دي السمنه اللي احنا عملناها البلدي مع بعض، اللي هي السمنه النباتي اللي حورناها البلدي، بجد ريحتها جميله. ممكن تستغنى عن الخطوه دي وما تحطيش حاجه خالص، هي بجد بيكون طعمها جميل. هفضل اقلب فيها لحد القوام ما يتقل معايا بقى بالشكل ده. شايفين قوامها بدا يتقل بس لسه ما استوتش معايا، انا عايزاها تستوي. هي بتبقبق معايا وبتستوي، يعني بتطلع فقاعات. زي ما قلت هي نار متوسطه وافضل اقلب فيها. طبعا هي ما بتاخدش وقت، بتستوي على طول بالشكل ده. بدأ القوام يتقل، اعمليها للسحور هتنفعك جدا في رمضان. وطبعا اسعار الجبنه بقت غاليه جدا وكمان اقتصاديه. لو انت مثلا عايزاها بطعم الرومي، طعم الشيدر، هاتي يعني ايه قطعه ولا قطعتين وحطيها، بجد هيديكي الطعم اللي انت عايزاه. بالشكل بدأت تستوي معايا، شايفين الفقاعات اللي انا بقول عليها اهي بدأت تستوي بالشكل ده. هفضل برضو اقلب فيها لحد ما القوام يتقل معايا وتستوي. زي ما قلت هي ما بتاخدش وقت خالص. خلاص بقى تدخل في السوا بالشكل ده. شايفين القوام المضرب بدأ يتقل معايا لانها خلاص دخلت في السوا. بجيب الجناب بقى بالشكل ده، هي خلاص كده استوت معايا. انا هطفي عليها النار. عندي هنا بقى صينيه، لو عندك علب تلاجة اي حاجه يعني حطي فيها، بس انا بحب استخدم يعني مش علب بلاستيك عشان هي بتكون سخنه. فجبت صينيه ودهنتها زيت كويس وهفضي فيها الخليط. ما شاء الله هي عملت كميه كبيره يعني معايا بالشكل ده. واسيبها بقى لغايه ما تبرد خالص وادخلها التلاجة. ده شكلها بعد ما بردت. انا غطيتها بكيس ودخلتها التلاجة يعني عشان وشها بالشكل ده. هي بردت ما شاء الله يعني. دلوقتي بقى هنقلبها مع بعض ونقطعها ونشوف هنحفظها بقى مع بعض ازاي. هجيب بقى صينية اي حاجة تقلبيها عليها، يعني اي حاجة عشان نقطعها عليها. انا هجيب بقى الصينية علشان حجم الصينية عندي كبير. جبت الصينية بقى وهقلبها بالشكل ده. هتقلب بكل سهولة عشان انا دهنة الصينية بقى زيت
نقلبها بقى بالشكل ده. شايفين شكلها؟ ما شاء الله كمية كبيرة وبجد جميلة جدا، بتتفرد على السندوتشات، بجد طعمها جميل جدا والولاد حبوها. هي فكرة اقتصادية يعني اسعار الجبنة غالية، فاحنا بنحاول نفكر مع بعض ازاي نعمل حاجة اقتصادية ويكون في نفس الوقت طعمها جميل ومغذية. يعني اللبن مغذي برضو، احنا حاطين فيها جبنة، فطريقتها برضو بسيطة النهاردة وكمان اقتصادية جدا. انا هقطعها بقى واحفظها معاكم بطريقة بسيطة جدا. ممكن تحفظيها كده في علبة التلاجة ما يجرالهاش حاجة، بس انا عايزة احطها في محلول بحيث انها هتفضل معايا مدة اطول في التلاجة. انا قطعتها بقى بالشكل ده. شايفين شكلها وقوامها؟ بجد طعمها جميل، جربيها هتنفعك جدا للسحور وكمان اقتصاديه. حاجه عندي هنا ده ميه انا غلياها وسبتها تبرد تماما، هي طبعا بارده. هحط بقى عليها معلقتين كبار بقى من الملح وادوبهم كويس، معلقتين كبار وادوب الملح بالشكل ده. الطريقه دي برضو حلوه، تحطها في التلاجة بتقعد معاكي اكتر من اسبوعين في التلاجة. لو عايز تحفظيها من غير ما الميه من الملح دي، بجد حطيها برضو في علبه واقفلي عليها كويس، وبجد يكون طعمها جميل، تفضل معاكي اسبوع برضو في التلاجة ويكون طعمها جميل. بس انا بحب احطها في ميه بملح بحيث يعني ايه يكون طعمها حلو، بنحافظ عليها. جبت علبه تلاجة، اي علبه عندك تكون نظيفه، وفضي بقى فيها الجبنه. شايفين شكل وقوام الجبنه؟ بجد جميله جدا، طعمها جميل وبسيطة، اي حد يقدر يعملها. جربي في نص كيلو لبن، بجد هتعجبك جدا، وهتزودي بعد كده وتعملي كيلو او اكتر يكفيكي طول الاسبوع. بالشكل ده هرصها كلها في العلبة. ما شاء الله قوامها كريمي جدا وطعمها بجد جميل بالشكل ده. احط كل الكميه بنفس الطريقه بقى في العلبه. انا خلصت كل الكميه ما شاء الله، يعني كيلو اللبن عمل حوالي اكتر من 2 كيلو من الجبنه. هفضي بقى الميه زي ما قلت، الميه دي انا غلياها وسايباها تبرد تماما، ما ينفعش تكون سخنه. هفضيها بقى على الجبنه بالشكل ده. ما تخافيش الجبنه ما تتهريش ولا حاجه، هي قوام متماسك وبجد جميله جدا. خلص بقى كل كميه الميه. طبعا هي عايزه ميه تاني، انا هغلي لها ميه تاني واحط فيها ملح وازودها، المية كانت شوية المية السخنة، يعني انا رجعت غليت مية تاني وزودتها معلقتين ملح، وبعدين رجعت فضيتها تاني على الجبنة. دلوقتي عندي كام قرن فلفل كده اخضر واحمر، هحطهم معاها مع الجبنة، بيخلوا طعمها جميل، خليها ريحة الفلفل وطعم الفلفل يعني. وغطيها بقى واحفظها في التلاجة. هي طريقتها بسيطة جدا، هتنفعك للسحور وكمان للفطار، تعجب الولاد جدا. جربي الطريقة ديت، لو عجبتك الطريقة ديت متنسيش في الاشتراك وتنوري القناة.